السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. النهارده بقى الفيديو كده عايزه اقول لكم ان هو خفيف جدا وبسيط وسهل جدا وكبار وصغيرين بيحبوه. هنعمل بسكوت البيمبو او البسكوت بالشوكولاته. عايزه اقول لكم بجد طريقته سهله وبسيطه جدا. بصوا البسكوت عامل معايا ازاي، تحفه تحفه تحفه. طبعا احنا بقى في المدارس وطبعا الشتاء دخل علينا، وعايزه اقول لكم طبعا الحاجات دي بتبقى حلوه جدا في الشتاء، جنب بقى كوبايه شاي بلبن او كوبايه لبن للولاد الصبح جنب الفطار. بصوا انا عايزه اوريكم البسكوته بس الاول. بصوا يا جماعه البسكوته عامله ازاي، شايفين؟ ولا كبرت مني في الفرن ولا سمكها يعني تخين كده ولا اي حاجه. عايزه اقول لكم بجد سمكها كويس جدا. البسكوته طالعه بسم الله ما شاء الله، زي ما انتم شايفين كده اللون الذهبي، مقرمشه جدا زي ما انتم شفتوها في الفيديو كده. بصوا بقى البسكوت البيمبو حلو جدا جدا، سهل وبسيط. وهقول لك على شويه تريكات بسيطه طالعه بسكوته معاكي مقرمشه، وطريقه التسويه الصح. وكمان هقول لك ايه اللي بيخلي البسكوت ممكن يفرش معاكي في الفرن. كل ده موجود في الفيديو. تابعوني بقى لاخر الفيديو عشان تشوفوا كل التكات بتاعه بسكوت البيمبو او البسكوت بالشوكولاته. وعلى فكره لو انتي مش حابه ان انتي تعمليه بالشوكولاته ممكن تسيبيه ساده كده، برضو بيبقى جميل جدا. بصوا يا جماعه البسكوت، عايزه اقول لكم انا عملته طبعا وما صبرتش عليه وكنت مستعجله جدا فصورته بسرعه، فما لحقش ان أنا احطه في التلاجة يعني. بس بجد بجد مسك معايا وكان كويس جدا جدا. يا جماعه البسكوته بصوا بتتكسر مني، يعني البسكوته مقرمشه وفي نفس الوقت بصوا عامله ازاي، حلوه جدا. يلا بقى نسمي بسم الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، ونشوف مقادير البسكوت البيمبو ايه. بس ما تنسونيش من السبسكرايب واللايك والكومنت الحلو زيكم. ويلا نسمي بسم الله ونشوف هنعمل البسكوت الجميل الجامد ده ازاي. اول حاجه بقى عندي معلقتين من العسل الاسود، وهو ده سر بسكوت البيمبو. وبسكوت البيمبو تلت كوبايه من السكر البودره، وعندي واحده بيضه بدرجه حراره الغرفه، وفانيليا كوبايه ونص من الدقيق، ذره من الملح، ربع معلقه صغيره من البيكنج باودر، نص كوبايه زبده على سمنه على زيت. ممكن تحطي زبده بس لازم الزبده تخش في الوصفه مع السمنه والزيت. عملت ميكس كده ما بينهم. هبدا بقى احط السكر واضرب السكر مع الزبده والسمنه والزيت، وبعد كده احط البيضه والفانيليا والعسل. معلقتين العسل الاسمر ده ضروري جدا في الوصفه، لان هما دول اللي ادوني لون البسكوته اللي انتوا شفتوها دي، هو هيدي اللون ده. فلازم ضروري جدا في بسكوت البيمبو معلقتين العسل الاسمر او العسل الاسود، معلقتين كبار اللي هو معلقه كبيره. تمام. انا عندي بقى كوبايه ونص من الدقيق، عليها ذره من الملح وربع معلقه صغيره من البيكنج باودر. هنا انا بقولك حطي بيكنج باودر قليل جدا، واقل من ربع كمان، لان البيكنج باودر هو اللي ما بيتفاعل مع البيض والسكر فبينفش البسكوت. فعشان كده انا دايما في البسكويتات او الكوكيز عامه ما بحطش منه كتير، انا بس بحط سنه عشان يدي بس قلب للبسكوته كده. تمام. وتكبر سنه بس، لكن انا ما بحبش احط البيكنج باودر في الكوكيز عامه او في البسكويتات كتير. هنا عجنت طبعا وخلصت. طبعا انتي كوبايه ونص دقيق جنبك على حسب كميه الدقيق اللي انتي بتستخدميها، ما تحطيش الدقيق مره واحده، يعني حطي شويه بشويه. بعد ما خلصتها سبتها في التلاجة كده 5 دقايق، وبعد كده طلعتها من التلاجة. جبت كيسين سندوتشات اللي هما او اللي بتفريز، فتحتهم كده وحطيت كيس ودهنته دهنه من الزيت كده، وفردت العجينه زي ما انتوا شفتوها، ولا بنشابه ولا باي حاجه خالص. قعدت ادور بقى على القطاعه بتاعه المدوره بتاعه البسكوت، ما لقيتهاش، فاتصرفت طبعا جبت كوبايه. تمام. وقطعت بيها. طبعا السمك نص سنتي يا جماعه زي ما انتم شايفين كده في الفيديو، نص سنتي. يعني ايه، بصوا بالنظر كده. ما تحاوليش تكبري قوي البسكوته، عشان كده كده هتنفش منك سنه كده في الفرن، فما تبقاش عريضه قوي. تمام. طبعا بعد ما بخلص بلم العجينه. في قطعت الكحك الصغنونه دي، بس انا لقيتها صغيره قوي على البسكوته. انا كنت عايزه اعمله زي بتاع بره بالظبط اللي احنا بنجيبه. طبعا عايزه اقول لكم كميه الدقيق ديت مع السكر والبيضه عملوا لي 30 واحده من البسكوت، يعني تقدري تضاعفي الكميه هتعملك 60 واحده لو انت عاملاه لحجم البسكوت اللي انتوا شايفينه ده. عايزه اقول لكم بجد طريقته حلوه جدا. بصوا بقى، الحاجه اللي بتخلي البسكوت معاكي ينجح معاكي، اول حاجه ان انت تلمي العجينه. تاني حاجه كميه البيكنج باودر تكون قليله جدا. تالت حاجه تحطي البسكوت في التلاجة 5 دقايق يرتاح.
وبعد كده بعد ما تشكليه تحطيه برده 5 دقايق في التلاجة كده شويه على بال ما تشغلي الفرن سخن. طبعا لازم يخش الفرن سخن جدا على درجه حراره 180. في رف وسطاني مش هياخد 15 دقيقه، وما طبعا ما بشغلش عليه الشوايه خالص. خد اللون الحلو ده طبعا عشان التسويه وعشان المعلقتين العسل الاسود اللي انا حطيتهم في البسكوت. بجد البسكوت حلو جدا، تقدري ممكن تاكليه كده لو انتي مش حابه تحشيه شوكولاته عادي جدا. ممكن تحشيه شوكولاته وتسيبي كده الوش بتاعه مش عليه شوكولاته، يعني دي حاجه ترجع لك انتي. انا بديكي الفكره وحضرتك بتعملي اللي انت عايزاه واللي انت شايفاه مناسب ليكي ولاسرتك. بصوا بقى ده البسكوته بسم الله ما شاء الله 30 واحده من البسكوته. طبعا اخر كام بسكوته المقرمشين دول طبعا انا اكلتهم ما صبرتش طبعا لان انا بحب البسكوت مقرمش شويه، يبقى لونه كده ايه مغمق شويه يعني. بصوا بقى هنا خلصت بسم الله ما شاء الله. عايزه اقول لكم بجد حلو جدا. هبدا احشي البسكوتين من بعض كده. هجيب بقى وحدتين بسكوت كده. هنا سيحت صوص شوكولاته عادي بتسيحي عادي تمام على بخار ميه. بعد ما خلصته كده جبت بقى الشوكولاته، ما بسيبهاش يا جماعه يعني ايه تبرد شويه، تبرد حاجه بسيطه عشان ما تجمدش كده، تجمد على البسكوته. ببدا اجيب بسكوتين وادهن بينهم شوكولاته. عايزه تحطي نوتيلا مفيش مشكله، بس كان متوفر عندي الشوكولاته الخام بس فانا عملتها تمام. بحطها كده وبصفي كده على قد ما بقدر. بجيب بقى الطبق وعليه ورقه من الزبده. ليه ورقه من الزبده؟ ورقه الزبده لما البسكوته هتجمد عليها الشوكولاته هتعرفي تشيليها بكل سهوله، لكن لو عملتيها على الطبق بس كده لما تيجي تشيلي البسكوته هيتشال معاها الشوكولاته. فعشان كده بقولك دايما حطي على ورق زبده وده اسهل واحسن ليكي. بصوا بقى البسكوته يا جماعه بقى، بصوا الجمال بقى، يعني الجمال عدى الخيال، جامده جدا. عايزه اقول لكم حلو جدا. هنا بقى انا ما حطيتوش في التلاجة لان الجو كان فيه هوا فانا سبته بره كده. فبصوا بسم الله ما شاء الله الشوكولاته جمدت على طول في البسكوته. بصوا اهو. بصوا بقى دي بقى الفكره اللي انا بقولك عليها، عشان كده بقولك لازم ورق زبده عشان البسكوته هتطلعي معاكي بكل سهوله. طبعا لو عايزه تحطيه في التلاجة وده الافضل بكتير ان انت تحطيه في التلاجة حوالي ساعه كده هيبقى افضل من كده بكتير. بس بصراحه انا ما حطيتوش في التلاجة، انا سبته بس 10 دقايق كده وكملت تصوير عشان انا كنت مستعجله. بصوا بقى بس هو طبعا الافضل ان انت تحطيه في التلاجة لمده ساعه كده يجمد معاكي. جبت ورق الكب كيك كده وحطيته فيه. بصوا بقى عايزه اقول لكم حلوه جدا. لو عندك بقى نوتيلا او شوكولاته بيضاء ممكن تحطي على الوش كده، فانا ما كانش متوافر فحبيت ان انا اعمله كده وخلاص. يعني عايزه اقول لكم بجد في كلتا الحالات هو طعمه جامد جدا، جربوه ولادكم هيحبوه جدا. طبعا التوفير يعني عايزه اقول لكم ده نص كوبايه يعني معلقتين زبده معلقتين سمنه معلقتين زيت ومقادير كلها موجوده في البيت. هي الحاجه الوحيده اللي انت هتشتريها هو قالب الشوكولاته. بجد حلوه جدا. طبعا لقيت هنا الطبق صغنون عليه فجبت طبق سيرفيس اكبر. هو بسم الله ما شاء الله عملي 30 بسكوته يعني 2 يعني 15 واحده. بصوا بقى الجمال بسم الله ما شاء الله، حاجه حلوه جدا. طبعا بسكوت البيمبو طبعا احنا عارفينه بكام، طبعا ما يجيش ان انت لو اشتريتي علبه. بصوا الجمال، طبعا في البيت حاجه انضف واحسن. بجد بجد جربيه هيعجبك جدا جدا. يا رب يكون الفيديو عجبكم ونال اعجابكم، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد مع اكلات ماما زوزو. بس ما تنسونيش من السبسكرايب واللايك والكومنت الحلو اللي زيكم، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد باذن الله. السلام عليكم.